السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في مطبخ الست أصيلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفول والطعمية زي المطاعم بالظبط، وأقول لكم على شوية تكات كده تخليهم يعني زي الجاهزين بالظبط. أولا مكونات الطعمية طبعا الفول المقشور أو المدشوش أو المتقشر، بيبقى شكله طبعا كده، وأنا غسلته ونقعته عشان يبقى طري ويبقى سهل إن أنا أفرمه في الكبة. تمام. المقدار طبعا اللي تحبيه على حسب عدد افراد اسرتك. تاني حاجة طبعا هيبقى طبعا في ملح، وطبعا في كزبرة ناشفة وكمون، وطبعا الخضرة بتاعتنا اللي هي عبارة عن بقدونس وكزبرة وشبت. تمام. هنغسل طبعا الخضرة وهنحط كل الحاجات دي مع بعض في الكبة. دي طبعا عجينة الطعمية. عملناها كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها، ضربتها في الكبه، فرمتهم. وطبعا نسيت اقول لكم ان انتوا لازم تحطوا طبعا بصلايه، هتقطعوا بصلايه تحطوها على المكونات اللي قلت لكم عليها، وفصين توم. تمام. وحوالي نص باكو بيكنج باودر عشان يبقى هش، بيكنج باودر او كربونات. تمام كده. ده الفول بتاعنا طبعا هنغسله كويس وننقعه حوالي من 2 ل3 ساعات. طبعا كل فول برضو على حسب ما يحتاج، يعني في انواع بتحتاج مدة طويلة من النقع. وبعد ما ننقعه بقى هنحطه على النار ونبدأ نشوف هنعمل ايه دلوقتي. بعد ما غسلنا الفول ونقعناه طبعا الفترة الكافية، هنحطه على النار بقى عشان يستوي براحته، ونسيبه بقى على النار يعني براحته قوي عشان يستوي كله، ما يبقاش فيه اي فول مش مستوي. وهنحط طبعا بعض الاضافات، هنعرف دلوقتي هنحط ايه. طبعا انت ممكن تحطي فيه عدس مع رز عشان طبعا يديله لون مع قوام زي طبعا الفول الجاهز بالظبط. ولو مش عندك ممكن تحطي له طماطمايه مع شويه نشا. تمام. تضربي الطماطمايه في الخلاط وتحطيها، او تحطيها يعني سليمه لو مش بتحبي ان الطماطم يعني تدوب مع الحاجه. ممكن تحطيها سليمه يعني تخرميها بشوكه او بخله عشان تطلع العصاره اللي فيها وتدي لون، وتشيليها تاني. تمام. وتدوبي كمان 3-4 معالق نشا في ميه وتحطيهم على على الفول عشان يدوا عرق للفول او يدوا قوام للفول. تمام. لو مش بتحبي طعم الطماطم في الفول، ممكن بقى انك انت تحطي بابريكا. انا هنا حطيت بابريكا مع الميه والنشا، دوبت كله مع بعض وحطيتهم. حوالي معلقتين بابريكا وحوالي 4 معالق نشا، ودوبتهم مع الميه. شوفوا ادى لون جميل. بصوا ميه الفول لونها زي الجاهز بالظبط. طبعا الريم او اللي هي الرغوه اللي بتتكون على الوش دي انت هتشيليها اول باول، اول ما تتكون هتشيليها. تمام. عشان يبقى الفول بتاعك لونه صافي وميته صافيه كده ومش معكره. تمام. طبعا دلوقتي هو بيستوي، بيغلي، هنسيبه يستوي كويس وبعد كده نطفي عليه. واول ما يهدى نغرفه بقى ونحبشه بالملح والكمون والشطه والليمون طبعا والزيت. وهنشوف بقى كده. خلاص الفول استوى ولونه بقى جميل زي فول المحلات بالظبط، لونه احمر عشان حطينا فيه بابريكا. تمام. نشوف بقى الطعميه. دي الطعميه صبعتها او كورتها كده وحضرتها على التحمير كده. خلاص هي بقت جاهزه على التحمير كده. تمام. خلاص الفول والطعميه بقوا جاهزين. ادي الطعميه اهي هشه وجميله عشان حطينا فيها البيكنج باودر. لو عندك بيكنج باودر حطي او كربوناتو. تمام. وهنا طبعا الفول حطيت عليه الملح والكمون والشطه زي ما تحبي، يعني اي اضافات انت تحبيها، وطبعا نص ليمونه. وكده تمام. اكلتنا النهارده تبقى جاهزه. فول وطعميه زي المطاعم بالظبط ونفس اللون. الفول يعني نفس اللون ونفس القوام، والطعم طبعا هتجربوه بنفسكم وهتحكموا. اعملوا لايك على الفيديو واعملوا سبسكرايب وشير للقناه، واستنوني في الحلقه الجايه ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله.